السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم هذه الحلوى بطريقه جد سهله اقتصاديه. حلوى فخمه صدقوني اقتصاديه، ما نطولش عليكم. عندي كما شفتوا حبه ونص تاع ليم وزوج حبات تاع صونغيل. بشرط كما راكم تشوفوا الزازت تاع برتقاله وعصرتهم في زوج. كما قلت لكم ديت الزازت تاع برتقاله والعصير تاع زوج برتقالات. الليمون ديت لها الزازت ولكن ديت عصير غير تاع وحده، وخليت هذاك النص للاخير. يعني زوج برتقالات وحدهم مع حبه ليمون وحدها. عندي نص كاس تاع ماء من الحنفيه بالميزان 100 مليلتر 100 مليلتر. درت لهم ملعقه كبيره تاع النشا اللي هي مايزينا، ملعقه كبيره 2 ملاعق سكر، 2 ملاعق سكر كبار حوالي 40 غرام هكذا ولا 30. وانتم تحكموا، تبغوا تزيدوا تبغوا تنقصوا، ولكن هذاك هو العبر يعني نيشان. خلطتهم غير هكذا حتى انسجموا، ودرتهم على النار حتى يتقال معنا الخليط. راكم عارفين مع الخلطه مستمر كما شفتوا الخليط تقال معايا. درت له حوالي نصف ملعقه صغيره تاع ملون بذوق البرتقال. درت له كذلك ربع ملعقه ولا نصف ملعقه صغيره هكذا تاع زبده، ودرته في هكذا اناء ولا وغطيته في الاليمونتير اون كونتاكت وخلوه يبرد تماما. نفس الشيء مع تاع الليمون حتى تقال معايا الخليط. درت له كذلك الباطاغون تاع الليمون ونصف ملعقه صغيره تاع زبده. كذلك نديرو في ريسيبيون ونخلوه على جهه، نغطوه في الاليمونتير اون كونتاكت عفوا، ونخلوه على جهه. هنا في كاسرونه كما شفتوا عندي 3 ملاعق كبار تاع مايزينا اللي هي 60 غرام مع 3 ملاعق كبار تاع سكر اللي هي 60 غرام. كذلك عندي واحد فلون تاع 45 غرام تاع فانيليا. عندي الكاس الاول تاع الحليب والنص كاس ونص حليب وكاس ماء، يعني في المجموع درتها 500 مليلتر. تبغوا ديروها ماء، تبغوا ديروها حليب مخلط، ولا تبغوا ديروها حليب كومبلي. نديروها على النار. هنا عندي 100 غرام تاع الشوكولا، ديت غير 50 غرام. انا الشوكولا اللي استعملتها هذه. الناس اللي متواجده في فرنسا نشريها من لي مارشي عند العرب، يعني اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات. هنا قد ما تقال الخليط كما شفتوا، درت له هذيك الشوكولاته قد ما قطعتها صغيره. درت له كذلك ملعقه صغيره تاع فانيليا بودره مع الخلطه مستمر حتى يذوب كل شيء ويتخلط معنا. الخليط هذا يجيكم ثقيل مليح كما شفتوا. درتها في ريسيبيون، غطيتها في الاليمونتير كونتاكت وخليتها على جهه يبرد. هنا عندي 5 حبات تاع بيض، فصلت البياض على الصفار. البياض درت له رشه تاع ملح. عندي كما شفتوا كاس قل ربع تاع سكر بالميزان 120 غرام بالملاعق كبار 6 ملاعق. دربت البياض حتى طلع معايا كما شفتوا. نبداو نديروا في هذاك السكر بالتدريج على 3 دفعات ولا 4 حتى يطلع معكم هكذا مورانغ. يدير لكم هذاك منقار العصفور، نخلطوا مع هذاك الصفار كذلك، نزيدوا نضربوه حوالي ما دقيقه هكذا ولا حتى ينسجم. يعني طريقه سهله كما شفتوا، ان شاء الله غير تكون لكم اقتصاديه برك، يعني ما فيهاش جبن كريمي ولا كريمه الخفق ولا. هذه هي. هنايا كما شفتوا كاس معمر مليح تاع فرينه بالميزان 150 غرام. الكاس تاع 200 مليلتر كاس ونصف هكذا ولا. درت له ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه بالميزان حوالي 5 غرامات، وبديت نغربل فيه. لازم تغربلوه. درته قسمته على نصفين وتخلط هكذا بشويه فوي. تبداو من تحت وتطلعوا ولا من الفوق وتهبطوا، يعني خلطوا غير بشويه حتى ينسجم معكم. بعد هنا عندي 4 ملاعق كبار تاع زيت 40 مليلتر مع عصير تاع هذاك النصف ليمونه اللي خليناه في الاول تعقلوا عليه. قلعنا له الزاز تاعه والعصير تاعه حوالي 2 ملاعق كبار هكذا ولا 20 هكذا مليلتر ولا. خلطناهم حتى انسجموا. زيدوا بالسباتيل تخرطوا كاش فرينه تكون لاصقه في كاش قنت ولا هكذا ولا. والصينيه نفرشها بورق الزبده
اللي درت تحتها الزيت باش يلصق لي الورق. الصينيه تاعي 45 على 35 راكم عارفينها ياه، يعني اللي نطيب بها دائما. وتبداو تمشوا في يعني في الخليط تاعكم هكذا بالسباتيل ولا حتى يدي لا فورم تاع الصينيه. الفرن يكون مسخن من قبل على 160 درجه، يدي لكم حوالي 15 دقيقه. درت ورق من فوقه قلبته وخليته يبرد شويه حوالي 10 دقائق هكذا ولا. بعد جبت هذه اللي نقطعوا بها هذه كما راكم تشوفوا في هذا السيركل هذا، عطاتني 20 حبه، يعني 20 حبه لا باس بها يعني موايه. ولا كان عندكم صينيه صغيره ولا ديروا على حساب 3 حبات بيض ولا 4. وهادو اللي شيت هادو تاع الجينواس تاعنا طحنتهم كاع، درت لهم كذلك اون بواني تاع اللوز كما شفتوا حوالي 30 ولا 40 غرام حتى ل 50 كاع، خلطتها معاهم. تحصلت على هذا كما شفتوا هذيك البودره نرمضوا بها الحبه تاعنا. من بعد جبت الكريمه قد ما كانت بردت تماما، ضربتها شويه تجي معكم كما قلت لكم كي شغل الجبنه كريمي بلا ما ديروه. عندي بودره شونتيي هذه نشريها على الاتراك ولا في لي مارشي. الناس اللي متواجده في فرنسا درت حوالي 3 ملاعق كبار. وعندي شتو نص كاس تاع حليب ولكن استعملت غير ربع، حوالي 4 ملاعق كبار هكذا ولا 5 اللي استعملتهم. زدت طلعته حتى ولا كريمي تقولوا ماسكاربون. لهذا قلت لكم يعني اقتصاديه، يعني ما تسحقوش فيه يعني لا كريمه الخفق ولا جبنه كريمي. جبت كذلك هذوك لي كريم تاع السيترون مع البرتقال، ضربتهم غير هكذا بالضراب اليدوي ودرتهم في جيب حلواني ونبداو نخدموا. وشوفوا الحبه معايا كي نديرها ندور عليها كاع، ومن ما بديت نعاود نحبس، وين نبدا نعاود ندور كاع الدوبل ونعاود نولي وين نحبس، يعني ديروا دوبلي 2 دويرات يعني لو كان تقطعوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نعاود ندور نعاود نحبس وين ما بديت. ومن بعد نعمرهم. درت 10 برتقال، ديروا هذاك الحشو في الوسط، ودرت 10 ليمون. طريقه سهله كما شفتوها يعني، وكميه لا باس بها 20 حبه يعني تاكل وتوكل ما شاء الله. وتبداو هكذا بسباتيله صغيره ولا ملعقه وتبلعوا غير بشويه على الحبه فوق هذاك الحشو اللي درناه. طريقه باينه امامكم يعني ما نعيا نفهم فيكم، ولكن كل شيء باين قدامكم. تاع الليمون كذلك شوفوا معايا. واللي يبغي الا كانت عندكم الكريمه زياده ولا بغيتوا ديروا اكثر نجموا ديروا كما نقولوا 800 ملل تاع حليب ولا تاع الماء مخلط بالحليب، يعني تزيدوا في الكريمه شويه. تبقى لكم زياده ولا بقات لكم زياده ديروا هذه الطريقه كما هي بقات لي شويه. شوفوا كي زعما زدت تبلعوا غير على هذاك الحشو بشويه. من بعد تجيكم سهله غير هكذا تبلعوا صاي. وما من الحبه تخرج لكم يعني بومبي الا بغيتوا هكذا بالطبع. يعني عطيتكم هذو 2 خيارات وانتم لكم الاختيار. وطريقه سهله ويجوا يعني حلوه فخمه صدقوني يجوا بومبا. بعد تقربوا الحبه من تكملوا كاع تعمروهم وكاع ترمضوهم في هذاك اللي درناه. راكم عارفين الطريقه كاع باينه امامكم. وتنجموا ديروا اللوز ديروا كاوكاو ديروا ايفيلي كما حبيتوا يعني، ولكن هذه ابسط طريقه. انا زدت لها غير هذاك البواني تاع اللوز، ما هي غير منها وليها. نجموا حتى البسكويت تطحنوا معها بسكويت الا كنتو يعني لا بغيتو ترمضوهم. بعد تنفضوها هكذا شويه طيح من هذيك الزياده، بعد تعاودوا تدروا فوقها شويه كما نديروا التشارك ولا، وتقدموها بالصحه والراحه. شوفوا معايا كي جات، هذه هي النتيجه يعني شكل ومذاق. زوقتها هكذا بشويه تاع لي فلور هذوك فيولي من فوق هكذا شويه رشات وبالصحه والراحه. شوفوا معايا ما تشربوها يعني ما والو، تجي الجينوا الصحه هشيشه خفيفه بهذاك الحشو والكريمه. الصراحه جات هبال. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. حتى هذوك لي شيت اللي بقاو لي يعني هذاك اللي طحنتهم المره الجايه ان شاء الله ندير لكم به يعني ديسير ان شاء الله. الطريقه تعجبكم برك. شوفوا معايا كي جات. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم خوتي خواتاتي. الا عجبكم بالطبع ما تنسوش خوكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.